سلام، لاباس عليكم؟ باش نالتيرنيو مع جراند فادرز هاوس هاد الشهر جمعت لكم احسن واغرب القصص اللي قدرت نلقى في ريديت، في تويتر وحتى في الديب ويب. لقيت واحد الموقع فين الناس كيقدروا يعاودوا اللي بغاو ويقولوا اللي بغاو بلا ما يقولوا شكون هما وبلا ما يخافوا ان شي نهار شي واحد يعرفهم شكون هما. كاينين بزاف ديال الناس كيبغيو يعاودوا شي حاجه في انترنت، ولكن السلطات ولا الحكومه ديالهم كتمنعهم انهم يخرجوا هذيك القصه، خصوصا الا كانوا فيها اسرار. ولكن في هذا الموقع كل شيء كيتقال. واليوم غادي نبداو بالقصه ديال جيك اللي خدام في البوليس واللي عاش واحد التجربه غريبه بزاف اللي باقي حد الان ما فهمهاش. غادي نطلب منكم انكم تتبعوا مزيان وتبقاو حتى الاخر باش تحاولوا تفهموا اشنو واقع. جاي كان كيخدم في لاباتروي ديال الليل، يعني في الحراسه الليليه في مدينه واشنطن. الخدمه ديالو بالضبط هي انه الليل كامل كيشد طوموبيل وكيبقى يدور بها وسط المدينه. الا بانت ليه شي حاجه ماشي هذيك كيتدخل، ولا الا شي واحد عيط للبوليس ولا شي حاجه هو ديجا كيكون في الطوموبيل، دونك دغيا كيمشي عنده. وتما كاين واحد البروتوكول كيقول بلي ما يمكنش بوليسي يكون كيتسركل بحال هكا في الليل بوحدو، دونك ديما كيكونوا جوج. وجاي كان ديما كيخدم معاه واحد السيد سميتو لوكاس، وبكثر ما كانوا كيخدموا مع بعضياتهم ولاو صحاب. كلشي كان مزيان. كل ليله جيك ولوكاس كانوا كيطلعوا في الطوموبيل وكيبقاو كيدوروا، والاغلبيه ديال التدخلات اللي كانوا كيديروا كانوا يا اما شي واحد سكر بزاف ومشى ضرب مع شي واحد، ولا دي زافير ديال المخدرات ولا ديال العنف. المهم ماشي شي حاجه خطيره. حتى لواحد النهار شي واحد غادي يعيط ل 911 اللي هي النمره ديال البوليس عندهم، وغادي يقول للبوليس باللي راه كاين شي واحد في داري. وجيك ولوكاس كانوا قرابين شويه من هذيك الدار، دونك غادي يكسيري وغادي يوصلوا قدام هذيك الدار وغادي يلقاو بلي هذيك الدار كانت دار كبيره بزاف. غادي يدقوا وجيك قال لنا بلي حلت لهم واحد المراه عندها 24 عام، وهاد المراه سميتها جانيت. كيقول لنا بلي راه كان شعرها صفر وكانت لابسه بحال واحد لاغوب بيضه. جانيت غادي تقول لهم بلي راه كنسمع شي واحد في داري. اوكي، جيك ولوكاس غادي يدخلوا وغادي يدوروا الدار وغادي يقلبوها بيت بيت، وكانوا بزاف ديال البيوت وما غادي يلقاو حتى شي حاجه. جيك كيقول لنا بلي بزاف ديال الحالات شي بعض المرات الناس كيعيطوا بلا ما تكون واقع حتى شي حاجه غير باش يضيعوا الوقت للبوليس. ولكن فاش مشاو جيك ولوكاس قالوا لهذيك السيده بلي راه ما كاين والو، حسوا بها بلي كانت مخلوعه بصح. قالت لهم بلي راه ما يمكنش حيت كنسمع الصداع. قالوا لها بلي غالبا راه هذا الصداع جاي من عند الجيران ولا شي طوير كان كيتمشى فوق الدار، ما عرفناش. وفي الاخر قالوا لها بلي الا عاودت صدرات شي حاجه بحال هكا عيطي لينا دغيا باش نتدخلوا دغيا ونشوفوا هذا الصداع منين جاي. جيك ولوكاس غادي يطلعوا في طوموبيلتهم وغادي يمشيو. لا غد ليه في نفس الساعه غادي يعاود يعيط شي واحد ل 911 وغادي يقول ليه راه كنسمع الصداع في داري، وكانت هذيك نفس الدار. وغادي يعاودوا يتدخلوا جيك ولوكاس، ولكن هاد المره غادي يلقاو الباب محلول. غادي يقولوا دابا شي حاجه ماشي هذيك. غادي يدخلوا وما غادي يلقاو والو، كان سكات في الدار. ولكن لوكاس فاش بقى كيشوف هذيك الدار قال لصاحبو بلي شي حاجه ماشي هذيك هنايا. يلا جينا البارح ولكن اليوم كنحس بحاجه اخرى، بحال الا شي حاجه تبدلات. وجاي قال ليه شنو تبدل؟ راه الدروج باقيين في بلاصتهم، الدريه باقا في بلاصتها، ما تبدل والو. المهم غادي يعيطوا للسيده والسيده غتهبط عندهم. كانت هذيك السيده مخبيه في واحد البيت وكانت بيضه بكثره الخلعه. جاي كيقول لنا بلي باقا لابسه نفس الحوايج ديال البارح وشعرها باقي كيف ما هو. وهي تسولهم واش شديتوه؟ قالوا ليها شكون؟ وهي تقول لهم السيد اللي كان عندي في الدار. جيك ولوكاس غادي ينوضوا ديك الساعه وغادي يعاودوا يضربوا دوره في كاع البيوت ديال الدار، والو ما كاين الاثار ديال حتى شي واحد. ولكن هما كانوا كيقلبوا هذوك البيوت، لا لوكاس لا جيك براسو كيحسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك. حيت يلاه البارح قلبوا نفس البيوت، ولكن هاد المره كاينه شي حاجه مبدله وحتى واحد فيهم ما عرف بالضبط اشنو اللي مبدل. بداو كيقولوا مع راسهم ياك ما هاد السيده حمقى ولا ماشي هذيك ولا غير كتخيل وكتضيع علينا وقتنا، حيت هذه المره الثانيه وحنا كنقلبوا وما كنلقاو والو. غادي يمشيو عندها وغادي يقولوا لها راه ما كاين والو عاوتاني. وهي تقول لهم بلي هاد المره راه عندها فيديو، فاش شافتو هزت التليفون ديالها وصوراتو، وفعلا وراتهم لا فيديو. كانت هي كتجري وسط الدار حتى وصلت البيت وسدت عليها الباب، ولكن قبل ما تسد الباب كيبان لينا واحد الشخص
واحد الشخص لابس كله الكحل وداير على راسو واحد لاكاغول بحال شي ماسك باش ما نشوفوش ليه وجهو. البوليس استنتجوا ان هاد السيد هذا من بعد ما سدات على راسها الباب بقى كيضرب شويه في الباب وهو يخرج من باب الدار. داكشي علاش هما فاش جاو لقاو الباب ديال الدار محلول. دابا تاكدوا بلي راه كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك، وملي هاد الشفار جا المره الثانيه غالبا غادي يرجع للمره الثالثه. داكشي علاش جيك ولوكاس قرروا في الليله اللي من بعد هادي انهم غيبقاو حاضرين غير هاد الدار هادي. مشاو شراو ماكله وستاسيوناو الطوموبيل قدام الدار وبقاو جالسين كيتسناو لا يبان ليهم هاد السيد داخل ولا شي حاجه ماشي هي هذيك. بقاو كيتسناو حتى وصلت هذيك الساعه اللي موالف فيه شي واحد كيعيط للبوليس باش يقول لهم بلي راه شي واحد كاين في داري. فاش وصلت هاد الساعه هادي جيك ولوكاس بان ليهم شي واحد قاطع الشانطي باش يدخل للدار ديال جانيت. وفاش بداو كيحققوا فيها لقاو بلي هذاك الشخص هو جانيت نيتس وهي قاطعه الشانطي قبل ما توصل جانيت للدار. شي واحد غادي يعيط للبوليس وغادي يقول لهم بلي راه كاين شي واحد في داري وجانيت قدامهم كيشوفوا فيها. ما عيطت للبوليس لا والو، يعني ماشي جانيت اللي كانت كتعيط للبوليس. جيك ولوكاس كيمشيو كيجريو وكيدقوا في الباب باش تحليهم ويفهموا اشنو واقع، ولكن ما كان حتى شي واحد كيجاوبهم، بحال الا ما كان حتى شي واحد في الدار. الوغ كو يلاه بانت ليهم جانيت داخله للدار. كانت كتبان لهم حاجه وحده، هذيك الدريه اللي وسط الدار كانت كتطفى وكتشعل غير بوحدها، والباب بطبيعه الحال مسدود وما كيتحلش. لوكاس غادي يبدا كيتخلع وما عارفش شنو واقع، غادي يهز التولكي وولكي ديالو وغادي يعيط لصحابو الاخرين باش يجيو يعاونوهم. بقاو كيدقوا حتى حاجه ما كطرا. واحد الوقيته غيقرروا انهم يهرسوا الباب. فاش غادي يهرسوا الباب غادي يدخلوا وغادي يلقاو الدار خاويه كيف ما المره اللي فاتت، غير هاد المره كيف ما قلت لكم كانت الدريه كتطفى وكتشعل بوحدها. وعاوتاني لوكاس غادي يقول لصاحبو باللي كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك في الدار، لا مقارنه بالمره الاولى ولا بالمره الثانيه فاش جاو. كاينه شي حاجه كتبدل هنايا. وتما غادي يقرروا انهم يقلبوا الدار. غادي يعاودوا يقلبوا كاع البيوت بيت بيت وما غادي يلقاو حتى شي واحد، حتى جانيت اللي يلاه شافوها بعينيهم دخلت للدار ما لقاوهاش. جيك كان كيقلب في واحد البيت وغير دخل ليه حس عاوتاني بشي حاجه ماشي هي هذيك. وفاش خرج باش يقولها لوكاس لقى لوكاس عينيه محلولين واليد ديالو كترعد. فاش سولو مالك لوكاس قال ليه فهمت اشنا هو المشكل ديال هاد الدار، فهمت علاش كل مره كندخلوا ليها كنحسوا بشي حاجه ماشي هي هذيك. الدار نهار الاولى كانوا فيها 6 د البيوت ودابا الدار فيها 9 ديال البيوت. وفعلا فاش رجعوا يحسبوا لقاو بلي كاينين بيوت كيتزادوا وما يمكنش هاد السيده تكون كتبني وكتريب بيت في نهار واحد. وتما جيك غادي توصلوا واحد لابيل من عند الكوميساريه ديالو فين كيقولوا ليه بلي خاصهم دابا يخرجوا من هذيك الدار وما كيعطيوهمش معلومات اخرى. كيقول لهم غير خاصكم ضروري تخرجوا من الدار دابا. جيك ولوكاس ديك الساعه كانوا الفوق في ليطاج ديال البيوت وغادي يسمعوا الدقان في الباب ديال الدار. غادي يقولوا مع راسهم غالبا هادو البوليس الاخرين اللي عيطنا ليهم باش يجيو يعاونونا. جيك غادي يدير خطوه 2 3 وغادي يحبسوا لوكاس. غادي يقول ليه اولا ما كيبان حتى شي ضو ديال الطوموبيل ديال البوليس من الشرجم اللي كاين حدا الباب، وثانيا راه حنا هرسنا الباب، يعني الباب راه محلول ما عندها حتى معنى ان شي واحد يدق فيه. وتما جيك ولوكاس بداو كيتخلعوا ديال بصح. كانوا بغاو حاجه وحده غير يمشيو في حالهم. هبطوا كيجريو الدروج حتى فجاه خرجت ليهم جانيت من قدام الباب ديال الدار وهي تسولهم واش لقيتوه. قالوا ليها وهما مخلوعين شكون اللي لقينا، وهي تقول لهم جانيت هذاك السيد. وهي تطلع يدها وبدات كتنعت ليهم بصبعها واحد الغرفه، وهذاك الغرفه كان فيها واحد الصداع شويه في شكل بحال شي واحد كيدور، ولكن بطبيعه الحال هذيك الغرفه ما كانتش في اول مره جاو. جيك وبول غادي يديروا راسهم بحال ما شافوا والو، غادي يفوتوها وغادي يخرجوا كيجريو من باب ديال الدار. غادي يبغيو يمشيو للطوموبيله ديالهم حتى فجاه غادي يبان لهم شي واحد واقف حدا الطوموبيله ديالهم وكيطلع عليها. لوكاس غادي يقول لهذاك السيد انه يرجع باللور ويبعد من الطوموبيل، وهذاك السيد غادي يدور. هذاك السيد كان هو السيد اللي كان مشدود في لا فيديو اللي صورت جانيت، وكان باقي لابس نفس اللبسه كله كحل ودير على راسو كاغول. غير هو هاد المره اكتشفوا بلي هذيك لا كاغول ما فيهاش
معاش التقابي ديال العين وديال الفم باش يقدر يشوف ويتنفس، كلها مسدوده، يعني ما كيشوف والو وما كيتنفسش. هاد السيد غيبقى كيشوف فيهم 2 ثواني وغادي يبدا كيجري في الاتجاه ديالهم بواحد السرعه كبيره بزاف. جيك ولوكاس غادي يجبدوا السلاح ديالهم باش يدافعوا على رؤوسهم، ولكن غيكتشفوا بلي هذاك السيد غير غيقرب ليهم غادي يدور وغادي يدخل للدار ديال جانيت. جيك ولوكاس كانوا مخلوعين لدرجه انهم ما قدروش يتبعوه ولا يتيريو فيه ولا يعرفوا شكون هو. غادي يطلعوا في الطوموبيله ديالهم وغادي يسدوا على راسهم الباب على ما جاو البوليس الاخرين. بقاو كيتسناو 5 دقائق وماشي البوليس اللي غيجيو، غادي يجي السوات اللي كيتدخل في قضايا اللي كبار وصعاب بحال الارهاب مثلا. غادي يدخلوا للدار وغادي يخرجوا من الدار بزاف ديال الحوايج بحال بيبان شراجم، وغادي يحطوهم في لي كاميون ديالهم وغادي يمشيو. وفي اطار هادشي اللي طرا جيك ولوكاس غادي يجي يستنطقوهم واحد السيد اللي نورمالمون خاصو يكون هو الشيف ديال هذيك لا بريغاد ديال السوات. لا، جا استنطقهم واحد السيد ما عنده حتى علاقه بالبوليس، عمرو ما شافوه نهائيا، وما كانش لابس اللبسه لا ديال البوليس لا ديال السوات، كان لابس كوستيم. وهاد السيد غادي يبدا كيسولهم اسئله اللي غراب بزاف. واش بانوا لكم بيبان كيتحركوا؟ واش كانوا كيتخلقوا وكيتحيدوا فضاءات جديده في هذيك الدار كل مره كنتوا كترجعوا ليها؟ واش كانوا كيبانوا لكم اشخاص جداد كل مره كنتوا كترجعوا لهاد الدار؟ واش بان لكم شي واحد عنده غير عين وحده في وجهه؟ من بعد ما سالاو هاد السيد غادي يقول لهم شوفوا ما تخلعوش وما ديروش في بالكم، هادشي اللي طرا حاولوا تنساوه وغدا رجعوا لخدمتكم عادي جدا. جيك ولوكاس ما كانوا فاهمين والو، والصراحه الحمد لله ملي خرجوا من هاد التجربه حيين. كان قرب يطلع الصباح وسالت الخدمه ديالهم، ستاسيون اوتوموبيل وبداو كيهضروا على هادشي اللي طرا. ولوكاس قال لجيك واش ما بانش ليك مول الدار كيشبه لواحد الممثل؟ جاوب جيك لا، ولكن شكون مول الدار؟ مولات الدار ماشي مول الدار. كيفاش مولات الدار؟ راه كان راجل. لوكاس كل مره كنا كنمشيو لهاديك الدار كنا كنتلاقاو بواحد المراه عندها 24 عام زعرة وكانت لابسه البيض. ياك اش كتقول؟ راه كان كل مره كيعيطوا لنا البوليس باش نتدخلوا تما كنا كنلقاو هذاك الراجل اللي شعرو كحل ولابس بيجاما وكان مخلوع حيت كيقول لنا بلي شي واحد كاين في دارو. جيك ولوكاس ما كانوش كيشوفوا نفس الشخص. هذيك الليله حتى واحد فيهم ما غادي يقدر ينعس. شنو هادشي؟ دار فيها بيوتا كيتزادوا كيتحيدوا، اشخاص ما كيبانوش، اشخاص كيبانوا ولكن كل مره كل واحد كيفاش كيشوفهم. وهذاك السيد اللي جا سولنا وما عرفناش حتى شكون هو وماشي حتى من البوليس، ودغيا حاول يتمص القضيه ويطمئنا ويقول لنا راه حتى حاجه ما واقعه. لا غد ليه جيك ولوكاس غادي يمشيو يخدموا كيف ما العاده، وبكثره الفضول غادي يدوزوا من قدام هذيك الدار باش يشوفوا اشنو واقع. غادي يلقاو بلي هذيك الدار ما بقاتش نهائيا تما، ولات ارض خاويه بحال الا الدار كلها تهزات ومشات لبلاصه اخرى، بحال هذوك البيبان وهذوك الشراجم اللي هزوهم باش يديروا عليهم تجارب ولا ما عرفت شنو مشاو يديروا بهم. اشنو بان لكم نتوما؟ في نظركم شكون هذاك السيد اللي جا سولهم؟ واش خدام في الحكومه ولا خدام في شي سيرفيس سوكري؟ شكون اللي كان كيعيط للبوليس باش يقول لهم يجيو لهذيك الدار؟ وعلاش كانوا كيعيطوا للبوليس؟ وكيفاش جيك ولوكاس كانوا كيهضروا مع نفس الشخص وهما كل واحد فيهم كيبان لهم شخص في شكل؟ قولوا لي اشنو بان لكم في لي كومونتير. نتمنى ان هاد الفيديو تكون عجبتكم، ما تنساوش تابوناو وتاكتيفيو الجرس وديروا لايك. يلا نتلاقاو غدا ان شاء الله. حضروا ريوسكم.